دابا في هذا الوقت هذا اش من نقابات كاين جوج ولا ثلاثه ديال الحوايج هما اللي مخلين هاد النقابه ديالنا ما قدرتش تاخذ الحجم اللي كتستحق. وانا نقول لكم علاش كتستحق. المشكل الاول هو ان النقابات الاخرى ماشي كلها، طبعا كيبقى شويه ديال المروه الحمد لله، ان النقابات الاخرى الاخوان كيتفاهموا كياخذوا الفلوس وتيبيعوا ويشريوا وتيجيو عند العمال وكيدغنشوا عليهم، تيقولوا لهم شي كلام الناس كيفهموا، تيمشيو في حالتهم، تيخليهم بوحدهم. حتى هما دابا سيروا شوفوا شحال عندهم. الوقت اللي كنت انا رئيس ديال الحكومه لغاو الاحتفال بفاتح ماي اكثر من مره، داروا بناقص حيت عارفين ريوسهم غادي يجيو ما تلا معهم حتى شي واحد ولا العدد القليل ولا بعض الناس المأجورين. في الإصلاح نحتاج إلى الشركاء، والشركاء طبعا ديالنا هم مختلف المتدخلين في العملية التنموية عموما، وفي طليعتهم المركزيات النقابية التي نحييهم بمناسبة فاتح ماي ونحيي من خلالهم الشغيلة المهنية، وتنقول بأن ما تحقق في الحوار الاجتماعي هو حق من الحقوق التي نؤمن داخل التجمع الوطني الأحرار بأنها من الحقوق الأساسية للشغيلة، ليست موضوعا من مواضيع الابتزاز أو من مواضيع. ومن يفكر بالابتزاز للأسف سيبقى منعزلا وحيدا لا علاقة له بالتحولات اللي كتعرفها بلادنا. فهذا الموضوع هذا ديال الحوار الاجتماعي سنة 2022 كاين اللي كان كيخرج بعض الملصقات تيقول الجولة الأولى ديال الحوار الاجتماعي ديال السيد عزيز أخنوش وتيقارنوها مع الحكومات. لم يعرفوا ونسوا بأنه في التراث المغربي والإسلامي عندنا شي حاجة، واحد القاعدة مذهبية: إنما الأمور بخواتمها. فالخاتمة اليوم شنو كتقول؟ كتقول بأن الحوار الاجتماعي وصل ل 46 مليار درهم في أفق السنة المقبلة، بلا ما نحسبوا واحد 2 المليار ديال المتأخرات ديال الترقيات اللي كانت في مجال التعليم واللي كانت في السنوات الماضية. لذلك أنا اليوم أجد صعوبة كبيرة جدا فاش أنني